عندنا 4 أسباب لفشل أي مشروع. أول حاجة التسويق، الفلوس، السوق، المرونة. النهاردة بنشرح أسباب فشل ونجاح أي مشروع لأي حد مبتدئ يعني إيه؟ محل صغير، انتي على النت، كلنا ابتدينا نتجه للمشروعات دي. هقولك إزاي النهاردة تنجحي المشروع وايه اسباب فشل. اول حاجه التسويق ده مهم جدا، ان انتي بتدرسي اللي حواليكي وازاي هتقدري تعملي تسويق بقى، من انتي تعملي بيج على الفيسبوك، ان انتي تعملي على انستجرام، تعملي على اليوتيوب. كل الحاجات دي هتساعدك لو عملتيها بشكل كويس وتطلعي المنتج بتاعك بشكل كويس، ده هيساعدك جدا. تاني حاجة وهو السوق. يعني ايه السوق؟ ان انا لازم ادرس المجتمع اللي حواليا محتاج ايه. ما ينفعش اجيب حاجات غالية ابيعها في مكان شعبي، مش هينفع. لازم افكر بتفكيرهم، هم بيحبوا الوان ايه، هم بيحبوا الجودة ازاي. في ناس ما بتحبش يعني الجودة عالية قوي، بتحب جودة متوسطة. تشوفي ايه اللي هيمشي معاكي وتبتدي تشتغلي فيه. بعد كده عندنا الفلوس. في نقطة كده مهمة قوي، هي والمرونة الاتنين مع بعض. ان انت لما تشتغلي لازم يكون معاكي فلوس على جنب. يعني ايه على جنب؟ انا هشتغل مثلا ب5000، انا جبت بضاعة مثلا ب2000، ال2000 او 3. انا مش كل البضاعة دي هتطلع مرة واحدة، ممكن جدا البضاعة دي تتأخر معايا شوية. يعني انا مثلا كان عندي محل صغير وكنا شغالين اونلاين، بس هم مجرد الاستلام، في حاجات زيادة يجوا يشوفوها في المحل. الموضوع ده كان فارق جدا. تيجي مثلا واحدة طلبت اوردر تركي غالي، وانا فاكره القصه دي كويس، طلعت عليها وحشه جدا البيجامه. انا نفسي قلت لها سيبيها ما تاخديهش. ما ينفعش ان انت اللي يعوز حاجه ويكون هو متضرر وهو بياخدها انت تسمحي بده، لا. لو انت ما عطيتهالوش مين حد تاني هياخدها. على فكره مفيش حاجه بتقعد، لازم يكون عندك الفكر ده وانتي بتشتغلي في السوق. واحده مثلا اتاخرت عليكي في اوردر، يعني مثلا الاقي ناس طلبوا اوردر مثلا، وهم انا عارفه ان الناس دي كويسه، دي واحده بتحب تشتري، اتعاملت معاها كويس، مفيش مشكله، واتاخرت اسبوع مثلا ما استلمتش الاوردر، الدنيا ما قامتش وقعدت، وساعات كنا بنسيب الاوردر اكتر من كده. لازم يكون في مرونه ان هي الاستبدال، مرونه ان هي تستني عليها. انت لما تقدمي ده بالعكس انت هتنجحي، وهم هيفضلوكي عن ناس تانية كتير. ان لازم جبتي الاوردر يبقى لازم تاخديه، مفيش اي اوبشن تاني. طبعا في استثناء حالات ما بتبقاش لطيفة وناس مش لطاف، ممكن انت هتتعلمي منهم في الاول مين الحلو ومين الوحش، بس حافظي على الحلو. اوعي 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 تفرطي في الحلو، لكن الوحش خلاص تجنبيه، مفيش مشكلة. ده أسباب الفشل. تعالي بقى أقولك إزاي تنجحي مشروع. عندنا 5 أسباب لنجاح أي مشروع. أول حاجة عندك هي التسعير. يعني ايه التسعير؟ انت لازم تعرفي سافرتي قد ايه، شحنتي بكام، البضاعة بكام، كل ده تكتبيه، وبعد كده تحطي نسبة ليكي 30% مثلا. واعتقد 30% دي بتكون رقم كويس جدا، ولو اقل كمان هيبقى كويس لو انت في البدايه، لان انت اللي هيشد الناس ليكي هو اختلاف السعر، او ان انت بتبيعي جوده عاليه بسعر قليل، ودي دلوقتي كل الناس بقت بتدور عليها. فانت هتحسبي انت اشتريتي بكام والمصاريف بتاعتك ازاي. انت مثلا اخدتي محل صغير، انت مثلا عندك شحن، كل الحاجات دي اكتبيها بالظبط ايه هي دي، وقسمي الثمن على عدد الوحدات اللي انت جبتيها، وبعد كده حددي المكسب بتاعك. تاني حاجة عندنا ان انا اأيد اللي جه واللي طلع. ده مهم جدا، ما تسيبيش الحاجة كده مش كاتبة بالظبط الاعداد بارقام الموديل بكل ده. لازم كل ده يتكتب، بيكون كل موديل ليه رقم بألوانه. تكتبي مثلا بيجامة رقم كذا، منها 4 قطع الألوان مثلا أحمر أخضر أصفر أزرق، هكذا. لما بيكون عندك ده انت بتقدري تحددي بالظبط ايه اللي طلع وايه اللي موجود. تاني حاجة مهمة جدا قبل ما تجيبي الاوردرات تعمليها، يكون عندك كشكول. تخلي مثلا اي واحدة عميلة عايزة تشتري حاجة او هتطلب منك اوردر، تبعتلك مثلا على الماسنجر، تبعتلك على الواتساب الطريقة اللي انت عايزاها. وفي نفس الوقت قبل ما تجيبي الاوردرات تكوني كاتبة كل واحدة هي طالبة ايه، وبالتالي بتعملي عدد معين من
البيجامات مثلا، من اي حاجه بتجيبيها. انت مثلا لقيتي نفسك وصلتي خمس قطع، انت لو جبتي 6 هتاخدي خصم اكبر، جيبي ال6 مفيش مشكله هتطلع. لو انت نزلتي فوري مفيش مشكله. لو الحاجه لقيتي الكواليتي بتاعها عالي وجبتي قطعه او قطعتين برضه هتطلع مفيش مشكله. في حاجات انت لازم تبتدي تفكري فيها وانت بتعملي اي مشروع. مثلا هتعملي باله او ستوك، الستوك والباله ده ليها تكنيك تاني، وارجعي للفيديو اللي عملته ساندرا شكري، واحنا ان شاء الله هنجيبها تاني برضو في الستوك، لان هي ابتدت تشتغل في الستوك وهتيجي معانا حلقه قريب عن الستوك. بعد كده عندنا ايه تاني؟ ازاي بقى اداره المال بشكل جيد؟ ان انت معاكي مثلا فلوس، الفلوس دي انا عارفه ان المكان ده بيبيع الحاجه ارخص، انت لو حاولي تدوري على الاماكن الارخص في السعر، الاماكن كل ما هتشتري اكتر هتديكي خصم اكبر. حاولي تتواصلي مع الاماكن دي، ودي حاجه مش هتعرفيها في الاول، ممكن تعرفيها بعد شويه، يعني ممكن تعرفيها بعد شهر شهرين، هتفهمي كل المجتمع اللي حواليكي وهتفهمي كل المحلات وهتفهمي السوق. فما تزعليش لو انت خسرتي مثلا حاجه صغيره في الاول، ما تيأسيش، وبعد ما تعرفي الفتره اللي بعدها هتحققي مكسب. وقبل اي حاجه، ودي حاجه انا عملتها، ان انا كنت بصلي جدا قبل ما ابتدي المشروع ده، ففعلا ربنا كان مادد ايده. انتي لو صليتي ولو فكرتي ورتبتي افكارك وكنتي مرنه مع الناس، وهقول مرنه 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 1000 مرة على فكرة، لأن أنا مجربة ده. وواحدة طلبت أوردر وحصل لها فعلا ظروف، وانت عارفة إن هي فعلا عندها ظروف وما استلمتوش، صدقيني ربنا هيبعتلك اللي ياخده بسعر أعلى كمان، وربنا معاكم وينجحكم كلكم. بس ابتدوا فكروا هتعملوا إيه وتغيروا حياتكم إزاي. باي باي.